كنتمنى يا ربي كلكم بخير على خير. اليوم غنوجد معكم العصير ديال الحامض. غنبدا بسم الله. عندي هنايا 2 كيلو ديال الحامض اللي غنحك القشره ديالها. كناخذ غير القشره. بعد ما خدت القشره ديال الحامض 2 كيلو ديال الحامض كنضيف لهم كيلو ديال السنيده. كنحرك مزيان هذيك السنيده مع القشره ديال الحامض. كنعصر الحامض 2 كيلو. بعد ما حكي القشره ديالهم كنعصرهم وكنضيف على داك القشره ديال الحامض اللي محكوكه. ما ضفت داك العصير ديال الحامض غنخليه ليله كامله، وكل مره كنحرك حتى يذوب هذيك السنيده تذوب كامله. الا درتو في الصباح غنخليه حتى الليل، الا درتو في الليل غنخليه حتى للصباح، وكل مره نحرك. ودابا غنغطي عليه ونخليه حتى للصباح. بعد ما صفيتو هذا هو الشكل ديالو، وبعد ما دخلتو المجمد خرجتو من المجمد هذا هو الشكل ديالو. راه ما كيجمدش، كيبقى على هذا الشكل. فين ما كتحتاجي كتاخدي منه وترجعيه الثلاجه. وهذا هو العصير، وبالصحه والراحه.